به قصة مالك ابن نويرة إيه. اللي أنت ادعيت فيها أنه خالد بن الوليد القائد العسكري المغوار طبخ طبخة في الفطور على رأس مالك بن نويرة. إيه. يقول محجوب محجوبي أنه مستحيل أن القصة هذه موجودة، ينكر وجودها أساسا، وهذا تأليف شيعي، جيد، سهلة تأليف جدا. وتخبيص كما يقولوا أهالينا في تخبيص، جيد. نحن بيننا وبينه المصادر. هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ابن كثير إيش بد عليه محجوب محجوبي؟ وذكره بكل خير، وقال الشيعة لا يؤمنون بتاريخ ابن كثير ولا يؤمنون بكتاب سيرة ابن كثير. ابن كثير ذكر في خبر مالك ابن نويرة اليربوعي. أنا سأقرأ مقتطفات من نص ابن كثير. يا ضرار اضرب عنقه. خالد بن الوليد أمر ضرار بضرب عنقه، فضربت عنقه وأمر برأسه، فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا، يعني حط فوقه طنجرة مقفول، فأكل منها خالد تلك الليل. يعني كلام الماكلة طيبت على رأس الراجل، ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة. ويقال إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته. يعني خايف حتى اللحم اللي يكون في القدر هو لحم مالك بن نويرة. أي به، هو قال أنه مرتد. النص هنا فوداه الصديق من عنده. وداه يعني دفع الدية متاعه. كيفاش يكون مرتد وتدفع الدية متاعه؟ إلى أن يذكر رثاء لمالك بن نويرة في أبيات. قال: والمقصود، هذا تعليق ابن كثير، أنه لم يزل عمر بن الخطاب يحرض الصديق ويذمره على عزل خالد عن الإمرة، ويقول إن في سيفه لرهقة، حتى بعث الصديق إلى خالد فقدم عليه المدينة وقد لبس درعه والدماء وضع السهام، فقام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد، دقق على المشهد، فحطمها وقال: أرياء قتلت امرئا مسلما، مسلم، ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بالجنادل. أنت تصدق بهذه الرواية؟ طبعا، وليس هذا الأمر جديد على خالد. خالد ارتكب كثير من